حاجتين مهمين حافظ عليهم لو عاوز تحقق النجاح في حياتك. السلام عليكم، أنا دكتور محمد يسري ودي قناة إداري أسنان. هنتكلم النهاردة عن حاجتين أو ما يسمى بنطاق التحدي ونطاق التأثير. النطاقين دول مهمين جدا. هنبدأ أول حاجة بنطاق التحدي. نطاق التحدي هو إنك دايما يكون في حياتك هدف، يكون عندك دافع بتتحدى بيه نفسك، حاجة هتعملها فوق مستوى قدراتك بشوية بسيطة، بحيث إن هي ما تعجزكش، ما تكونش حاجة تعجزك أو حاجة ما تقدرش تعملها، لكن حاجة في المتاح وسهلة شوية بس فيها قدر من الصعوبة. الحاجة ديت انت بس اللي تكون عارفها. هدف معين فيه شوية تحدي، فيه شوية دوبامين يفرزوا، فيه شوية سعادة يخلوك لما تحققه تكون مبسوط. زي اللي بيلعب جيمز كده مثلا، دايما في شوية سعادة، في شوية تحدي في اللعبة بتاعته. اللعبة لو بقت سهلة بيمل منها ويرميها على طول، لكن لو فيها قدر من الصعوبة بس ما يوصلش لدرجة الاستحالة او لدرجة الصعوبة ان هو ما يقدرش يحققها، بالتالي بيحس انه عايز يطلع للليفل اللي بعده. دايما خلي في حياتك النطاق ده، نطاق التحدي. ما تخليش حياتك سهلة ومريحة وقاعد راكن في منطقة الراحة، ودي اللي عكس نطاق التحدي. منطقة الراحة اللي اغلبنا بيحب يركن فيها. منطقة الراحة يبان ان هي منطقة كويسة، هادية، هنيئة، مبسوط فيها، مرتاح. المنطقة ديت بتبقى خالية من المشاكل، بس مش هي دي الحياة. الحياة لازم تعافر شوية، لازم تقابل مشاكل وتحديات. ما تخليش أول مشكلة تقابلك أو أي حاجة تقابلك تحاول تتفاداها علشان ترجع منطقة الراحة. حاول تبقى في نطاق التحدي. دايما حياتك في نطاق تحدي. في كورس بتتعلمه في شوية صعوبة، مفيش مشكلة، بس هتعلم وهصبر وهتحدى نفسي لغاية ما اتعلم. في لغة صعبة شوية عليك اتعلمها علشان توصل لحاجة أفضل، علشان انت شايف قدام. بص قدام، انت لما تصبر شوية تتحدى نفسك شوية هتبقى افضل بعدين. نطاق التحدي انك دايما تكون فيه. خليك بتحدي نفسك دايما، خليك بتحدي الصعب. ما تتحداش حد مختلف عنك، ما تتحداش حد زميل لك. انت ظروفك غير ظروفه، انت امكانياتك غير امكانياته، البيئة اللي هو اتربى فيها غير بيئتك. علشان حتى ما تقارنش نفسك فيه، لان المقارنة بتكون غير عادلة. اتحدى دايما نفسك. التحدي ده هو تحدي لنفسك، انك تبقى في مكان افضل، وتبقى دايما عندك حاجة صعبة شوية تعملها، حتى يقولك لو انت في مكان انت افضل حد فيه فانت في المكان الغلط. ليه؟ هو الفكرة ان انت مفيش حاجة تتحدى بيها نفسك، مفيش حاجة صعبة شوية بتعملها، مفيش حاجة فيها متعة او سعادة. انت افضل واحد في المكان، فبالتالي تتحدى مين؟ مفيش حد. النطاق رقم 2 معانا هو نطاق التأثير. دايما خلي في حياتك عشان تبقى ناجح فكرة انك تكون مؤثر، امباكت، عندك تأثير على الناس. مش التأثير انك تكون زعيم او قائد، مش لازم. لو انت بتشتغل اي حاجة، عندك اي وظيفة بتعملها، لو مجرد انك هتقابل حد تديله ابتسامة بسيطة في وشه، يبقى انت اثرت في حياته، اثرت في يومه. فعلا يقول لك الانسان ده انسان بشوش. انت خليت يومي فارق، فرقت معايا في يومي النهارده. فالتأثير ده مهم في اولادك، في زوجتك، في اسرتك. خلي دايما عندك كلمة طيبة تقولها، خلي عندك دايما حاجة، نصيحة كويسة تقولها، حاجة تبقى دايما عاوز تقولها للناس، حاجة دايما انك تترك اثر جميل للناس. هو ده التأثير، ان تترك اثرا. مش التأثير مثلا انك تكون قائد وزعيم وتقف قدام الميكروفونات وتتكلم وتخطب فيهم. التأثير ممكن يكون انك عديت كده بس عليهم، قالوا ده راجل محترم، ده حد فعلا لسانه طيب، حد ففكرة انك سبت عندهم حاجة. نطاق التأثير كمان لو انت بتقدم خدمة معينة، بتقدمها بطريقة جيدة، ايا كان مستواك الوظيفي او درجتك او العمل اللي بتشتغل فيه. التأثير انك تكون انسان طيب مؤثر. مش معناها انك تكون انسان بالضرورة قوي. التأثير انك لو كنت حتى مدير تأثر في فريق العمل بتاعك، في مرؤوسيك، يفتكروك بالخير، يقولوا الراجل ده أثر فينا، ساب فينا حاجة طيبة، علمنا حاجة، حتى لو بالفعل من غير ما تأمرهم، من غير ما تديلهم اوردر.
علمهم حاجة بأسلوبك، بطريقتك، بتعاملك معاهم، يعرفوا إنك إنسان خلوق طيب، أنت إنسان مؤثر. علمهم، وصل لهم العلم اللي أنت اتعلمته. ما تبقاش إن أنت حكر، العلم ده حكر عليك أنت بس، مش عايز تعرفهم حاجة لأنك عايز تعمل كل حاجة بنفسك وأنت المدير وأنا اللي على الكرسي، مش هفوض حد عشان ما يتعلمش مني الشغل. علم ووصل وأثر. لو أنت بتشتغل وسط فريق عمل، ساعد الفريق بتاعك، افرق معاهم في يومهم، وصل لهم التأثير ده. لو انت اقل حد في المكان او احدث حد في المكان، حد ضم لفريق جديد وضميت لشغل جديد، حاول على قد ما تقدر بتواضعك للعلم وتواضعك بالاخلاق الحميدة، وانك عاوز تتعلم تأثر في الناس دي. فعلا هتجذب قلوبهم ويبقوا عايزين يبقوا قريبين منك، عايزين يعلموك دايما، عايزين يوصلوا لك المعلومة دايما. هيطلعوا فعلا ياخدوك تحت جناحك كده زي ما بيقولوا، ويعلموك ويساعدوك، لانك اثرت فيهم بأخلاقك، أثرت فيهم بتواضعك للعلم، أثرت فيهم بإنك حابب تشتغل وحابب تبقى إنسان وتتدرج وتطلع وتعلو في المناصب أو في القيادة وتبقى إنسان طموح. فالطموح دوت أثر فيهم، أن تترك أثرا جميلا، هو ده التأثير. شكرا للمتابعة، السلام عليكم.